مع المغرب بالنسبه لي انا المغرب ما عادش تقارنها بالافريق وبالعرب، تقارنها مع الفرق الكبرى كيما فرنسا كيما المانيا، بتولي تقارع في الفرق هذوما. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. كيف العاده الاخوان ما غاديش نطول عليكم وغادي ندوزو نشوفوا مباشره الاعلام التونسي كيفاش تهضروا على المنتخب المغربي وعلى المحترفين المغاربه وعلى القيمه السوقيه ديالهم وعلى التطور اللي غادي فيه المغرب وعلى الملاعب ديال المغرب. كلشي هادشي غنمشيو نشوفوه ونتلاقاو في الاخر. التصفيات المغرب فاز على زامبيا 2-1، ثم ربح الكونغو 6-0، يفوز على الجابون 4-1، يفوز على ليسوتو 1-0، يفوز على جمهورية افريقيا الوسطى 5-0 في الذهاب و4-0 في الاياب. الرقم هو 22 هدف في 6 مباريات ما بين تصفيات المونديال وتصفيات الكان. ارقام مخيفه ومرعبه الحقيقه. عنده زوز فرق بالنسبه لي انا، ينجم يلعب لك بدوز ايكيب، خاصه عنده لاعب مغربي مرعب. شنو هو مرعب؟ يخوف بالاسماء بالارقام. اولا الساعه باش من خاطر الوقت قاعد يداهم فينا. المغرب 30 سنه الاخرى ديما عندها لاعبين متميزين، ديما تلقاهم يلعبوا في رق عالميه كبيره. نحكيو على جيل نتاع عزيز بودربيله، ونحكيو على تيمومي كريم وتيمومي، ثم نمشيو نليبد وقت الجيل هذاك مصطفى حاج كأس العالم وبصير ولا ثم نمشيو الاجيال بونو الاجيال هذه كلها رغم التميز نتاعها ما خلاتش بصمه في كره قدم مغربيه، ما هزتش لقب كبير. عليه؟ لانه الملاحظين الكل يقولوا المغرب عنده فريق، عنده فرديات محترمه برشا، لكن ما عندوش فريق. وقت اللي المنتخب المغربي عمل الفريق والاسماء الكبيره ذي اندمجت في روح المجموعه، تفكير المجموعه، المنتخب المغربي تألق تألق كبير. المكسب الكبير للمغرب اضافه للملاعبيه هذوما هو مدرب متميز جدا، عنده القبول وعنده الاحترام هكا ولا بكي، وعنده الاحترام. بعد البيرفورمانس الكبيره نتاع كاس العالم صار التراجع وكانت نكسه كبيره في كاس افريقيا. رغم هذا الكل استرجع المنتخب المغربي الاشعاع نتاعو والقوه نتاعو. كان نحبوا الاسماء والقيمه التسويقيه للمنتخب المغربي. ما نحكيوش على المستوى الافريقي، خليني نهزك لبعيد على المستوى الاوروبي. يتفوق على بعض المنتخبات الأوروبية الكبيرة كقيمة تسويقية للاعبين. كي نقول لك أنا أشرف حكيمي بركة 60 مليون يورو هكا، 60. كي نقول لك إبراهيم دياز اللي اختار المنتخب المغربي، وهنا قوة الاتحادية المغربية لكرة قدم وكيفية إقناع اللاعبين هذوما. أخيرا فما دو فولي باش نخدم بها وباش ما نطولش برشا لانه الموضوع طويل ياسر. المغرب تخدم في القاعده نتاعها على مستوى الشبان نتاعها داخل المغرب، ولكن كذلك تشتغل الدبلوماسيه الرياضيه على مستوى الاقناع خارج المغرب. الخزان المغربي للاعبين اللي ينشطوا خارج حدود الوطن هو خزان كبير وكبير ياسر. ورغم الاغراءات الكبيره من منتخبات عالميه فانه المنتخب المغربي ومسؤولين قدروا انه يقنعوا لاعبين بانهم يكونوا اخرتها اللي سجل ثنائيه اللاعب امل من امال ديشان حب عليه، امل من صغير هذاك سيدي خويا ربح برشلونه وحده جمعتين التالي مع موناكو. هذاك كان ابرز لاعب امام برشلونه وما ادراك. سمير، النقطة اللي أثارتها أنت مهمة جدا، هي الدبلوماسية الرياضية. تعرف وزن المغرب في الكاف، وفوزي لقجع الرجل القوي داخل أسوار الكاف. المغرب تعتبر تير داكوي باللغة الفرنسية لكل المنتخبات اللي ما عندهاش ملاعب مؤهل لتيران اللي ماهمش اومولوغاسيون، ماهمش اومولوغي في كرة القدم الافريقية. دونك تستقبل كل المنتخبات. شكون توا نسجل على منوال المغرب؟ الكوت ديفوار نوفيل تير داكوي دي بيي سون ستاد اومولوغي. الكوت ديفوار عندها 6 ملاعب اومولوغي في كرة القدم الافريقية. تونس عندها ملعب وحيد هو ملعب حمادي العقربي في رادس، وملعب فيه نقائص وعيوب كبيرة لا يليق لا بالمنتخب الوطني التونسي لا بالأندية التونسية. باش نرمي الكرة البكي كانت تحب. تفضل. على
مستوى الدبلوماسيه الرياضيه. مانو انت حاضر معنا غدوه خالد في كاس العالم التصفيات. المغرب فاز على زامبيا 2-1 ثم ربح الكونغو 6-0، يفوز على الجابون 4-1، يفوز على ليسوتو 1-0، يفوز على جمهوريه افريقيا الوسطى 5-0 في الذهاب و4-0 في الاياب. الرقم هو 22 هدف في 6 مباريات ما بين تصفيات المونديال وتصفيات الكان. ارقام مخيفه ومرعبه الحقيقه. عنده زوج فرق بالنسبه لي انا ينجم يلعب لك بدوز ايكيب، خاصه عنده لي شوال قدام من سيري الرحيمي دياز زياش كعبي وانه زياش ما نعرفوش باش يرجع ولا لا للمنتخب المغربي. ما عندوش، عنده حكيمي التالي، عنده برشا لاعبين بونو في اللاكس في الكاج. دونك اسمع، المغرب بالنسبه لي انا المغرب ما عادش تقارنها بالافريق وبالعرب، تقارنها مع الفرق الكبرى كيما فرنسا كيما المانيا، مش تولي تقارع في الفرق هذوما. ولو انه انا معجب ايضا بالمنتخب المصري بمرموش لا قلت انا حكيت عليه، قلت لك منتخب الجزائر في طور اعاده البناء لكن عنده اسماء. لا عنده اسماء رنانه. لا صحيح. شوف انت الفرق اللي ترشحت للكوب دافريك هذايا راهو بالحقيقه كي تشوف المنتخب التونسي ما عندنا حتى شانس معاهم الحقيقه. تشوف السنغال، تشوف موريتانيا خسرت مع الي روتور مع مصر، اما لعبت ماتش كبير في مصر الحقيقه. تقدموا علينا، هاني قلت لك راهو نحن قاعدين نعيشوا بالتاريخ. تقدموا علينا الفرق هذوما ونحن قاعدين نوخروا. ان شاء الله خويا المانع خير وان شاء الله نفيقوا على رواحنا وكاو. ان شاء الله الامور تتحسن. نحن راهو في الاشهر ما كنا في راس الافريق في كره القدم على راس القاره الافريقيه طبعا. في فتره من الفترات عملنا عوامين باهيين. لكل عصر دوله ورجال. لكل جواد كبوه. لا، لكل عصر دوله ورجال. حاليا هم عصرهم هم المغرب، امكانيات متوفره، احترافيه، وقت نتاعهم هما. ان شاء الله نحن نتداركوا الكوارث اللي احنا تويقا نعيشوا فيها. بكي متفائل اكيد وصلت شكون عندها الدور. انا بالنسبه لي احنا خير منهم يا مش نقول لك علاش. هما ب 100% امكانيات باش وصلوا، احنا بصفر امكانيات ايوني. لا في الفوت، في الالعاب الفرديه، في الالعاب الاولمبيه، في اللي تحب انت، بصفر امكانيات. اي نصام لا، التونسي هو الاقدر على الانتصار وتحقيق التحديات ان شاء الله. صفر امكانيات انا في المونديال، وبسكور صفر امكانيات من 94 لتوا نترشح الكوب دافريك. بصفر امكانيات ربحت فرنسا، صفر امكانيات نهزت في الشامبيونز ليج، صفر امكانيات نهزت الميداليات الاوروبيه. هات قارن لي في مستوى النتائج. انا نقول برافو لو تونيزيان. لا سي عبد الباقي، عمل القاعدي نحن تو ضعفيه. انت تحكي الون تيرم، هما يخدموا الون تيرم. شوف نحن تويك النظام الملكي يعاون برشا المغرب، لانه تعامل البلدان الملكيه فيما بعضها يسهل الخدمات. تجي تشوف لا ماجوريتي دي جوار ماروكان منين جايين، تقام بلجيكا، هولندا، اسبانيا، كلها من بلدان ذات عوامل اخرى اللي هو يعاونها باش يفتح لها افاق باش تلقى مجال وتتكون تكوين احسن. اما انا بالبطحه وبروجيكتور برك ونترنى على لمبوبة الكهرباء ونلعب المونديال. باكي نقطة مهمة أثرتها أنت، أنه بالحق التونسي ديما حاضر في جميع المحافل. شوف في الجوز الأولمبيك خالد خلينا نكمل نحكي في الجوز الأولمبيك المكافأة في المغرب تقريبا 200,000 دولار المكافأة ولا 200,000 يورو. في المقابل تونس الجائزة ظهر لي 100 مليون 100,000 دينار فقط. معناها فوارق شاسعة جدا. ما تنجمش تبني أجيال بسبب واحد دونترينمون. دقيقتين محمد فيما يخص أزمة التحكيم واجتماع ممثلي الحكام بالوزير الشباب والرياضه. الوزير سمع المطالب باكي وساند الحكام، وغدوه باش يجتمع بكمال الدين رئيس لجنه التسويه ويتم الاعلان على القرارات. والخبر السار انه الجوله الجايه ستلعب ان شاء الله والحكام باش يرجعوا لنشاطهم. الحكام عندهم حق في مطالبهم، داكور هذا صحيح. اما الحكام ما عندهمش حق يقرفوا، داكوردو. خبر صار انه مش يزفروا بلا مزيتهم. غدوه الحي نحكيو في الموضوع ان شاء الله. غدوه الحي نحكيو في الموضوع باكثر. اخوان كما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. شفنا اعلان تونسي وكيفاش تهضروا على المنتخب المغربي وعلى الحظوظ ديالو في التاهل لكاس العالم 2026، وشفنا كيفاش تهضروا على المحترفين المغاربه وعلى الانديه اللي تيلعبوا فيها وعلى القيمه السوقيه ديالهم وعلى كيفاش المغرب تعرف كيفاش يجيب اللعابه
المغاربه من الاصول المغربيه يلعبوا في المنتخب وتعرف كيفاش يقنعهم، وبان المنتخب المغربي ولا من طينه الكبار او لا من المنتخبات الكبيره في العالم كاسبانيا، البرازيل، المانيا وفرنسا وارجنتين، يعني ولا ما بقاش منتخب، سمحوا لي، ما بقاش منتخب عادي، ولا منتخب من المنتخبات الكبيره والمنتخبات اللي عندها قيمه في العالم. وشفنا كيفاش يهضروا على التطور ديال المغرب، وشفنا كيفاش ان المغرب ولا خبير في تنظيم التظاهرات وفي تنظيم الحفلات ولا المهرجانات ولا التظاهرات الكبرى. وشفنا كيفاش هضروا على كأس العالم للأندية اللي داز في المغرب وكيفاش داز، وتهضروا على ان المغرب كان تيوجد لكأس العالم من سنين وتيدفع وما تيتقبلش، وبقى تيوجد وتيبني الملاعب وتيدير البنيه التحتيه، وبزاف ديال الورشات كانوا في المغرب تيوجد لهاد التظاهره هادي. وفي الاخر بقاو تاخدينا كاس العالم 2030 كما قلنا، ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال. هادشي اللي كاين عندنا في هذا الفيديو ان شاء الله اليوم. نتمنى الى عجبكم ما تنساوناش في اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى الملتقى.